إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قررت بنحكي حكايتي للشعب الجزائري. نتمنى منكم انكم توصلوا حكايتي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزارة الدفاع بكاملها. بارطاجيو قد ما تقدروا باه يوصل صوتي وباه ما يروحش حقي اللي ضاع مني، او بالاحرى اللي داوه مني. راح نعرفكم على روح. اول حاجة انا كاتيا بركات من ولاية باتنا، بالاخص في بلدية عين ياقوت بلاد القايد صالح. عمري 17 سنة، عندي باك السنة. حكايتي بدات من نهار جا القايد صالح هنا لعين ياقوت. انا القايد صالح تلاقيت به خطرتين. الخطرة الاولى تلاقيت به، دخلت عنده طلبت منه يمد لي الديار، لانه كنا نسكنوا في ديار فيها دار فيها شامبرا كوزينة، يعني جيت هنا في 7 أفراد في العائلة. ما تكفيناش بها، رحت قلت للقايد صالح ولبى لي طلبي الحمد لله، ومد لي السكنة في الباطينات. الخطرة الثانية كي رحت ليه بعد محاولات، يعني بزاف خلاوني ندخل، وبزاف في الخطرتين بزاف خلاوني ندخل بعد محاولات حتى خلاوني ندخل. لقيت ودخلت ليه قلت له عمي صالح بغيت نطلب منك طلب. قال لي هي تطلبي مني واش باغيه؟ قلت له بغيتك تعالجني مادام عندي امل في العلاج. قال لي وعدني قال لي راح تتعالجي وبربي ان شاء الله راح ترتاحي. قلت له ان شاء الله. امر البروتوكول تاعو، امرهم كلش داو لي المعلومات تاعي باه نتعالج، كتبوها كلش. المهم روحت للدار العشيه هذيك، جاو داو الدوسي تاعي، داو كلش ما زادو داو معلومات وداو الدوسي بانهم عالجوني. داو من بعد قالوا لي بلي ديري لي باسبور. درت لي باسبور انا وماما. من بعد 4 جور ولا 5 جور قالوا لي تروحي البوشاوي في الجي، جايه في سطوالي. هذا سبيطار تاع العسكر، سبيطار العسكر ميليتار. رحت دخلت في 8 مايو 2019. 8 مايو 2019 جا في رمضان، نهار الاربعاء راني كاتبه كلش من نهار روحت حكايتي كامل كاتباتها لانها ما تتنساش. قلت لكم دخلت في 8 مايو 2019، روحت في 19 مايو 2019، كان في رمضان. قعدت 11 يوم وانا في سبيطار تاع بوشاوي. درت ثما لي راديو على اساس اني راح نعالج. درت لي راديو كلش، درت شويه سبور. من بعد جا الديريكتور تاع السبيطار وقال لي لازم تربحي. ومن بعد احنا بعثنا رانديفو لبلجيكا. يبعثوا لنا الرانديفو، راكي تروحي قسنطينة، سبيطار تاع العسكر في قسنطينة، تروحي تنحي الدم. ومن بعد احنا نبعثوه لا بلجيك سبيطار، هما من بعد يردوا لنا الرانديفو. وقتها تروحي انتي تعالجي في بلجيكا. قلت له فرحت
قال لي ما نبقى 15 يوم، هم يعيطونا ما يكثروش. انا حكمتني الفرحه هذيك تاع اني نعالج، اني صاي تحيت عليا اني راح نعالج في بلجيكا، اني راح صاي نودع هاد الاعاقه اللي راني فيها. من بعد تستنيت فاتوا 15 يوم، نعيط لهم، نعيط اللواء، نعيط له ويقول لي مازال برك ما بعثوش تاع السبيطار. قلت معليش. فات شهر عيطت، قال لي مازال ما بعثوش. فات 3 شهور عيطت، لقيته حطني في الرجيتي، اللواء حطني في الرجيتي، نعيط مقفول. زدت عيط للكوماندو اللي داني للسبيطار تاع بوشاوي، ثاني يهز عليا يقول لي مازال، او الديريكتور قال لك حتى يبعثونا تاع السبيطار تاع بلجيكا. قلت معليش كل ما نعيط يقولوا لي معليش. من بعد استعيط لقيت كوماندو حطني في الرجيتي. فهمتها باللي صاي مش حيعالجوني وتمسخروا بيا. بعد كل ما نعيط الكوماندو بنيميرو بواحد اخر ماشي النيميرو تاعي، يهز عليا يسمع صوتي انا نقول له الو هو يكوبي عليا، نزيد نعيط نيميرو واحد نقول الو هو يكوبي عليا خاطر يسمع صوتي. كانوا يقولوا لي بلي او ما بعثولناش الرانديفو، ما بعثوش. انا حرت. الانسان العادي يروح يحكم رانديفو في خارج البلاد في السبيطار، يتصوردو يروح ندولو رانديفو، يقولوا له الوقت الفلاني راك تجي. وهذه راهي دولة وما أدراك ما الدولة اللي داولي. أنا متأكدة أنه لقيت صالح قبل ما يموت أنه يتبلوا بلي راهم عالجوني، راهي حكايتي فاتت. أنا ما نلومش لقيت صالح، أنا نلوم المسؤولون اللي وكلهم لقيت صالح، وكلهم بانهم يتهلاو فيا، بصح هما ما كانوش قد المسؤولية. ولا ترك الضمير تاعكم راهو مرتاح، الضمير تاعكم راهو مرتاح كي درتوا لي الامل، من بعد خيبتوا لي هذا الامل ما بين ليله ونهار. فات عام دوك، فات عام من رمضان اللي فات لرمضان هذا، فات عام والدوك نعيطوا ويقولوا تشوفوا الطفله هذيك وطمعنوها. الدرجه هذه وصلت بيكم، ما باليش عسكم انكم حكايتي مثلا قلتوا لقيت صالح مثلا بلي رانا عالجناها وانتم ما عالجتونيش، انكم فقدتوا الامل. عيطوا لي قولوا لي ما نقدروش كيما لقيت صالح صاي ما نعالجوش. هي قبل اصلا ما يموت لقيت صالح يوما من ثم ما عيطوليش، بعد كي زاد مات لقيت صالح شحال نبكي. كونوا نساوها ما دراك قبل لقيت صالح ما يموت ونساو الحكايه، وما لاقي يموت لقيت صالح واش حيديروا؟ اكيد ما يزيدوش حيتجاهلوا هذا الامر طال. على كل الاحوال انا عندي شهود كامل شاهدين معايا، سكان عين ياقوت كامل شاهدين معايا، كانوا حاضرين. الشاف الدبريقات تاع عين ياقوت على بالو بالقضيه تاعي،
ومستعد، قال لي مستعد اني نشهد معاك بانهم ما كملوش امرهم. دوكا بغيت نقول لكم حاجه، الضمير تاعكم راهو مرتاح، الضمير تاعكم راهو مرتاح كي خليتوني هكا. يا سيد الرئيس، اذا راك تسمع، اذا راك تشوف الفيديو تاعي، نتمنى تجيب لي حقي اللي ضاعوا داوهولي، حقي في العلاج، من حقي اني نعالج، من حقي اني انا عندي احلام وطموحات بزاف كبيره، لازمني نحققهم، لازمني نرتاح ونحققهم. اذا شفت الفيديو تاعي وما درت والو تجاهلت امري، مش حنقول حسبي الله ونعم الوكيل، لاني مواطنه من هذه المواطنه من الجزائر، لازمني اني نتعالج. قبل ما لازمني انه هذا عطاهولي الحق القايد صالح، امرهم ما كانوش قد المسؤوليه. السيد الرئيس، اذا شايف اني من حقي اني نتعالج، من حقي اني نكمل حياتي كيما البنات، مادام عندي امل ولو صغير اني نتعالج، اني نرتاح ونوقف على رجليا، عالجني، رد لي حقي اللي داوه، كمل لي قضيتي. في عمري دوك 17 سنة، والعام الجاي 18 سنة. كل ما نكبر كل ما تقل نسبة الأمل. قالوا لي كان عالجتي وانتي صغيرة كان ارتحتي، بصح على جالت الظروف المادية ما قدرتش اني نعالج، وما قدرتش اني نكمل علاج. حابة نقول ثاني للسكان عين ياقوت، سكان عين ياقوت اللي يقولوا باللي راني القايد صالح دار لي شهرية. بغيت نقول لكم حاجة برك، كان دار لي الشهرية راني كملت علاجي، كان دار لي شهرية راني السبور تاعي كملته اللي حبسته، عندي 4 سنين وراني نمشي. انا كان ما حبست السبور راني نمشي، الحمد لله على كل حال. حابه نقول لكم ما تزيدوش تجيبوا من ريصانكم برك. كل ما نمشي فروض نلقى واحد ولا وحده تقول لي انت اللي دارك القايد صالح شهريه. وين هي الشهريه يعني؟ القايد صالح ربي يرحمه نذكره بكل خير، خاطر استقبلني خطرتين وكان كيما الاب، هضر معايا ما يبانش رايس، يبان اب اللي حكى معايا ولبالي طلباتي، عطاني الديار وبغى يعالجني، بصح هما ما كانوش قد المسؤوليه. اللواء اللي كلفوا بعمري ما كانش قد المسؤوليه. سيد الرئيس، نطلب منك لاخر مره انك ما تتجاهلش هذا الفيديو، ما تتجاهلش عمري اذا شتني وشت حكايتي، لاني من حقي اني نعالج، من حق المواطن انه يعالج، من حقي اني يكمل حياتي، من حقي اني ننجح. الشعب الجزائري على بالي انتم راح توقفوا معايا كامل، على بالي راح توصلوا لي عمري
السيد الرئيس، نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو قد ما تقدروا. لاني نحتاج اني نعالج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.